شركة مغربية تعلن نجاح تجربتها الأولى في تصنيع طائرات درون عسكرية. شاهد التفاصيل الكاملة. أعلنت شركة أيرودرايف المغربية عن تجربة أولى ناجحة لطائرة أطلس بدون طيار بعد أشهر من الاختبارات الدقيقة. وصممت طائرة أطلس بدون طيار للعمليات العسكرية في مجال الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية. يشار إلى أن تقرير حديث حول مشتريات الطائرات المسيرة في القارة الإفريقية ما بين سنتي 1980 و 2024 صادر عن موقع ميليتاري أفريقيا المتخصص في الشؤون العسكرية الإفريقية. رصدت تصدر المغرب لقائمة الدول المغاربية الأكثر امتلاكا للدرونات، إذ بلغ مجموع ما اقتنته القوات المسلحة الملكية حسب المصدر ذاته وإلى حدود العام الجاري ما مجموعه 233 طائرة مسيرة حصلت عليها من موردين مختلفين. كما احتل المغرب الرتبة الثانية إفريقيا على هذا المستوى بعد مصر التي تضمنت ترسانة قوتها المسلحة أكثر من 260 طائرة مسيرة، فيما حلت نيجيريا في المركز الثالث على مستوى الجيوش الإفريقية ب 177 وحدة، متبوعة بالجيش الإثيوبي بحوالي 126 طائرة مسيرة، فيما حلت الجزائر في المركز الخامس ب 121 درون، تليها حليفتها جنوب إفريقيا بأقل من 100 طائرة. نشكركم على حسن المتابعة.